السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، حلقة أنا بحبها على فكرة، بحب الموضوع ده جدا. وأنا أصلا كنت في الأول بحب أشوف الفيديوهات دي جدا، وبقعد أجمع منها نوتس كده، خطوات، وبقعد أكتبها وبتاع. فكنت بحب الحوار ده جدا. طيب دلوقتي الحلقة عن إيه؟ الحلقة عن إن إحنا هنقول إزاي تبدأ يومك بنجاح، ازاي تنهي يومك برضو بنجاح. اللي في النص ده ان شاء الله هنعمل عليه حلقة يعني، بس مش دلوقتي. هو مهم بس مش دلوقتي. طب معايا كينج كده بقى، ورقة وقلم واكتب ورايا. اول حاجة طبعا وهي النوم. لازم عشان تبدأ يوم كويس تكون انت مظبط نومك اصلا على ميعاد نوم معين بتنام فيه، وميعاد صحيان معين بتصحى فيه. دي اول حاجة عشان تظبط روتين كويس يعني لليوم بتاعك، بدايته ونهايته. لازم النوم ده اهم حاجة. طيب مثلا دلوقتي هنخلي ميعاد النوم من 11 ل5. انا هنا بقى دلوقتي مشكلتي مش في 5 كده ثابتة، هنثبتها. 5 دي اللي هو قبل الفجر بربع ساعة تقريبا. الموضوع بقى في 11، من 11 ل5 ده 6 ساعات يا باشا. عاوز انت تنام اكتر، فالنوم عندنا هيبقى من 6 ساعات ل8 ساعات. قدامك اهو يا سيدي، ممكن 7 ساعات حتى، مش لازم 6. قدامك 8. اكتر من 8 يبقى انت بتستعبط. تمام. اقل من 6 يبقى انت جاي على نفسك جامد بصراحة، وفي الاخر مش هتستفيد حاجة حتى لو سهرت. فهو من 6 ل8، 6 ساعات ل8 ساعات، يعني من 11 ل5 6 ساعات. حلوة قوي. وفي حاجة مهمة هنا بقى، احنا هنثبت خلاص من 11 ل5. 11 وانا رايح انام، انا مش هدخل الاوضه وانام على السرير الساعه 11. لا لا لا، ده انا في حاجه كذا حاجه اعملها قبل 11، بحيث ان انا اول ما اروح في النوم تبقى الساعه 11. هي كده يعني، مش هبدا اشوف الخطوات دي بقى الساعه 11. لا يا باشا، الساعه 11 اكون خلاص بدات اروح في النوم اوريدي. اصحى الساعه 5 بالظبط. طيب ليه الساعه 5؟ طيب مثلا يعني ليه الساعة 5؟ اشمعنى 5؟ اولا 5 مناسب جدا عشان صلاة الفجر طبعا. الرزق كله والبركة كلها في اليوم بعد صلاة الفجر دي بالذات. جماعة يعني حرام ان انت يعني تصحى انت صاحي للفجر وتفوت الجماعة، عيب يعني. اول حاجة اهو صلاة الفجر طبعا الساعة 5:15. في مقولة بحبها جدا، بتقول ايه؟ الرزق بيتوزع الصبح. ودي فعلا الارزاق بتبقى كمان في بداية اليوم كده بعد صلاة الفجر. بيبقى فيه بركة ان انت تروح تسعى، بركة ان انت تلاقي حاجة، بيبقى فيه بركة في اليوم وفي الرزق كمان. اليوم بيبقى طويل جدا معاك يعني، لو صحيت الساعة 5 وبدأت يومك فهتلاقي اليوم طويل جدا. خلص اللي عليك ورفه واعمل وبتاع، وهتلاقي اليوم لسه ما خلصش. طبعا طول ما انت عندك اخلاص وضمير وانضباط. ملحوظة اهو، قلت اوعى تقلل عن 6 ساعات واوعى تكتر عن 8 ساعات. بعد ما تصحى هتدخل تاخد شاور، يستحسن ان هو يبقى ساقع في الشتا ده. ليه بقى؟ لان الشاور الساقع عموما بيفوق، فانت هتحس ان انت فايق. هيهدي اعصابك كده وجسمك شويه عشان تبدا يومك كويس. ولو ما قدرتش يعني خلاص مش مشكله، خليه سخن عادي. طيب بعد كده بقى لما تطلع من الشاور، ركز هنا جدا. بعد ما تطلع من الشاور طبعا تصلي الفجر، هتقرا اذكار الصباح اللي هي عن تجربة بجد. كل الكلام اصلا اللي انا كاتبه ده عن تجربة، اللي هي عن تجربة بتفرق جدا 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 في اليوم. بقية اليوم ماشي ازاي، هتحس بسلاسة، هتحس براحة، هتحس التاسكات اللي انت كاتبها او المهام هتلاقيها ماشية حلو جدا. سكينة في الحلاوة، بعيدا عن المثل اللي انا قلته ده، سكينة في الحلاوة. المهم بعدين هتقرأ مثلا صفحة من الورد القرآني بتاعك. اوعى تعدي اليوم من غير ورد قرآني، صفحة على الأقل من القرآن. دي لا استغناء عنها أبدا، الورد القرآني ده.
استر يا رب. بعد كده هتبدأ تفطر الفطار الهيلثي بتاعك مع المشروب المفضل بتاعك برضو اللي بيفوقك كده، وبعديها تبدأ تمشي على التاسكس اللي انت كاتبها والمهام اللي انت كاتبها والشغل اللي عندك في اليوم، وهتلاقي الدنيا بإذن الله جميلة جدا. ملحوظة مهمة كده، انا مش عارف ليه دايما بروح على الجنب ده، وانا ممكن ارجع الجنب ده عادي. المهم هي ان انت في قيلولة كده بعد الظهر، دي مهمة جدا كمان في اليوم، ضروري تاخدها لو امكن. يعني لو ظروف شغلك ما سمحتش او الحاجات اللي عندك ما سمحتش مش مشكلة، بس لو في فرصة لا، خد القيلولة دي اللي بعد الظهر، هتفيدك جدا صحيا كمان. ملحوظة تانية، الاستراحات مهمة. الاستراحات مهمة برضه، ما تبقاش استراحات كتيرة، يعني ما تبقاش استراحات كتيرة، مش هنستعبط، بس تبقى استراحات كده خفيفة عشان تركيزك يرجع الكيرف بتاعه يطلع تاني. طب يا كينج، دلوقتي هنقول ازاي تنهي يومك بطريقة صح زي ما قلت. طلع ورقة واكتب معايا احسن لك. ماشي يا كينج، بص بقى، بعد ما انت خلصت يومك وخلصت التاسكس اللي عليك، وفي حاجة كده حاول تقضي وقت ممتع بعد ما تخلص، يعني ما يبقاش طويل قوي ما يبقاش قصير، يعني حاجة كده ايه ترفيهية بسيطة، بس اهم حاجة ما تبقاش فيها تضييع للوقت، ما يبقاش فيها تضييع للصحة، ما يبقاش فيها ذنوب، واهم حاجة ما تجيش ابدا على ميعاد نومك. حتى لو انت خلصت الشغل 11 الا 10 ونص، ما تقوليش هتفرج على حاجة لحد ونص، لا، احنا عندنا شغل بيبتدي في خطوات كتير بتبتدي 11 الا، فلا مش هتلحق، فمش لازم خلاص النهارده. بس فبعد ما خلصت التاسكس بقى تعمل ايه؟ هتاكل قبل ما تنام مثلا بساعة، ساعة ونص كده، ساعتين، يعني ايه عشان تهضم برضو، عشان ما يبقاش الاكل تقيل عليك وانت نايم. تروح تتوضى وتصلي ركعتين قيام ليل، ولو ما كنتش قريت الورد القرآني اليومي بتاعك الصبح اقراه بالليل، يا اما لو عاوز تزود يبقى واحد الصبح واحد بالليل، عظمة جدا دي. هتقرأ اذكار المساء لو ما قريتهاش بعد المغرب، اقراها قبل ما تنام، وبعد كده اذكار النوم اللي هي البسيطة دي اللي قبل ما ننام واحنا على السرير عموما. طيب قبل ما تنام بقى بالظبط هتاخد زي 5 دقايق كده تظبط التاسكس بتاعت اليوم اللي بعده اللي هو بكره، تمام؟ هتاخد منك 5 دقايق بالظبط، مش كتير يعني، وهتنام على جنبك اليمين وشكرا. ملحوظة، كل ده تعمله قبل ما تدق 11، يعني كل ده هتبدأ على من 10 ونص كده تبدأ تعمله قبل ما تدق 11، بحيث ان انت 11 تكون نايم زي ما قلنا قبل كده. بس يا صديقي، وكده نبقى خلصنا ازاي تنام صح وازاي تصحى صح. الحلقة خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا، بحاول ارتب الخطوات اهو، وبس كده يا كينج. اتمنى تكون كتبت ورايا، واشوفكم باذن الله في حلقة تانية وخطوات تانية، نجاح تاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.